سؤال يمكن أن يسأله الجزائري، يسأله التونسي: لماذا الدولة العثمانية تمكنت من الدخول واحتلال الجزائر؟ كانت اسمها حينها ليس الجزائر، كانت اسمها المغرب الأوسط، وتونس المغرب الأدنى، والمملكة المغربية المغرب الأقصى. لماذا تسنى لها الدولة العثمانية وقوتها، تسنى لها دخول الجزائر ودخول تونس، ولم تستطع الدخول ولو سنتيمتر واحد في أراضي الإمبراطورية المغربية؟ سؤال وجيه، والجواب نتاعو سهل جدا: لأن المملكة المغربية لها رجال عاهدوا الله على الدفاع عن أراضيهم. ليس هذا أنه في الجزائر حينها وتونس لم تكن هناك رجال، ولكن قضت عليهم الدولة العثمانية، ومنهم أجدادي في تونس قضت عليهم الدولة العثمانية. ولذا الحمد والشكر لله قوية منذ أكثر من 13 قرن، ولم يتجرأ سياسي في المملكة المغربية وقال نحن قوة ضاربة وعندنا النيف. عندهم 13 قرن، المملكة المغربية عمرها 13 قرن زائد 10، ولم يتجرأ سياسي أن يقول نحن قوة ضاربة وعندنا النيف وقوة ضاربة. ولكن دويلات صنعتها فرنسا، ولدت سنة 1962، زوجة ماكرون أكبر منها أو أمي أكبر منهم، واضح، ويقول نحن دولة ضاربة. فهذا تضليلا للشعوب فقط، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى سيقتص لنا منهم قريبا بإذن الله. سميع.